يا مساء الفل حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اسفه جدا طبعا اذا كنت اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات. جايه لكم النهارده بوصفه بجد خطيره. عايزه اقول لكم دخلت مطعم من المطاعم انا وجوزي الولاد وكده، كانوا الولاد شبطانين في انهم ياكلوا في المكان ده. عايزه اقول لكم ان انا اتفاجئت بعد كده ان احنا واحنا خارجين دفعنا حوالي 1000 جنيه في حاجه، يعني معلش لا تستدعي ان احنا ندفع ال1000 جنيه. طيب تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. مبدئيا كده يا ريت بقى نحط لايك كتير جدا جدا للفيديو على قد ما تقدروا. بجد شجعوني، انا بجد بجد محتاجه تشجيعكم عشان اقدر ان انا اكمل ويعني ما كسلش وكلام من ده. فشجعوني كتير بلايكاتكم، اكتبوا لي اي كومنت من عندكم. قولوا لي رايكم في وصفاتي، حابين اعمل حاجه انا ما عملتهاش. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حلوين، هنا انا كنت جبت الفرخه عادي خالص، نضفتها. الفرخه دي كانت 2 كيلو الا ربع. نضفتها، نقعتها في ميه وملح وليمون. تمام، شلت الجلد بتاعها تماما، واتخلصت كمان من الدهون والحاجات اللي بتبقى تحت الجلد دي خالص. تمام. طيب تعالوا كده نسمي بسم الله، صلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا اقول لكم التتبيله بتاعتنا كانت عباره عن ايه. جبت كوبايه او كوبايه ونص من الزبادي اللي هي الكوبايه الكبيره. بدات انزل ملح، فلفل اسود، كاري، كركم، بصل بودر، توم بودر، بابريكا. وكمان نزلت فيه باكت اللي انا وريته لكم ده، كان بهارات المشاوي بتاعت الفراخ او بهارات الفراخ المشويه او المشاوي، ايا من كان منهم هينفع معاكي. وكمان نزلت كمان بشويه من الزيت، حوالي ربع كوبايه زيت، يعني ربع فنجان صغير كده من الزيت. طيب هنا انا كنت جبت الفراخ وفتحتها، عملت فيها فتحات زي ما انتم شفتوا معايا كده. وبعد كده وحطيت كمان، ما تنسوش معايا في التتبيله معلقه من الثوم الفريش. الكلام ده كله هيتكتب في صندوق الوصف باذن الله. هنا بقى هجيب الفراخ وهبتدي ان انا اتبلها كويس جدا. هخلي التتبيله تدخل في الفراغات اللي احنا عملناها دي. تبليها كويس جدا جدا على قد ما تقدري. اللي يعرفني يعرف ان انا ما بحبش اسيب الفراخ في التتبيله وقت طويل، ولكن الفراخ دي الوصفه دي محتاجه انها تقعد في التتبيله وقت طويل. يعني مثلا ممكن تعمليها من بالليل وتسويها الصبح، او تسيبيها اقل حاجه 6 ساعات في التلاجة. اوعي تسيبيها بره. تمام. هنا انا كنت تبلتها، غطيتها بالاسترتش، وهدخلها التلاجة او غطي بكيس تلاجة وهتشوفها في التلاجة لغايه ما تيجي تسويها. تمام كده. بصوا هنا كنت بوريها لكم. نصيحة، لو انت بتتبلي، انا تبلت هنا في نفس الصينية اللي هسوي فيها يا جماعة. تمام، يعني ما وسختش اي حاجة ولا مواعين ولا حاجة. نصيحة، لو هتتبلي وهتسوي في صينية ألمونيوم، ما تسيبيش فيها الاكل يبات. تمام. اسفة بقى اذا كان هنا في يعني جزء كده من المقطع اتحذف، ولكن هنا انا هوريكم. طبعا دي لازم تدخل فرن على درجة حرارة عالية جدا، 200 مثلا، او لو عندك فوق ال 200. هنا كان شكل الفراخ بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم الصوص بتاعها رهيب. يلا بقى قوم هاتي معايا كده رغيف عيش وتعالي ودوقي الصوص رهيب. الفراخ بجد، لحم الفراخ دايب دب، خطيره. عملنا ايه النهارده؟ عملنا فراخ تكه الشهيره. طبعا معروف مطعم تكه، الاولاد طبعا احيانا كتير بتشبط فيه. عايزه اقول لكم ان بعد ما اكلنا في المطعم بعديها باسبوع طلبوا ان هم ياكلوا نفس الاكله تاني، وانا استحاله تاني ادفع بعد اسبوع 1000 جنيه تاني ابدا. عملتها لهم في البيت وبجد عجبتهم جدا، وقالوا لي يا مامي طعمها احلى من بتاعه بره. خطيره. جربيها بجد، انا متاكده ان هي هتعجبك جدا. جربيها بالف هنا وشفا. ما تنسوش تحطوا لي لايك كتير يا جماعه للفيديو، الحاجات دي بجد بتشجعنا جدا، بتدعمنا ان احنا نكمل. بتشجع اي حد مننا ان هو يقدم اي وصفه جديده. طبعا الكلام ده كلنا بنستفيد من بعضينا. عايزه اقول لكم لو انت جربتيها بطريقتك، كل واحد مننا وليه نفس، وكل واحد مننا وليه طريقه، يعني طريقتك ممكن تطلع احلى مني بمراحل. فجربوها، وانا متاكده باذن الله ان النتيجه بجد بجد هتعجبكم وهتكون مرضيه جدا. الصينيه دهيت بتاعت الفراخ مش محتاجه انك تعملي جنبها اي حاجه، بالعيش هتاكليها تحفه. وجربوها بالف هنا وشفا.